الموقف حصل معايا قبل 7 سنين تقريبا. كنا عاملين فرح بتاع بنت خالتي عند بيت جدي، عادات وتقاليد أردنية يعني الفرح نفسه. فبيت جدي بيت جدي عندهم مزرعة كبيرة، قريبه على البيت بتاعهم مسافة 500 متر بين المزرعة وبيت جدي. فأنا قطعت مسافة 500 متر من الفرح لبيت جدي علشان أجيب لخالي عطر، وأنا كنت مزنوق فقلت خليني أخش الحمام وأجيب العطر محد. كان في بيت جدي غيري وبيت جدي من 3 طوابق، فأنا رحت الطابق التاني وخشيت الحمام. فوأنا جوه الحمام بسمع صوت خطوات في الطابق اللي فوقي. خلصت من الحمام وطلعت غرفة خالي كانت قدامي. رحت خشيتها، خدت العطر، وكان في شباك بسيط على الباك. لقيت كلب اسود بيبص علي نظرات، اقسم بالله مش طبيعيه. رحت جري على الفرح واديت العطر لخالي. قلت موضوع الكلب لعيال خالتي وصاروا يضحكوا علي. بعد نص ساعة كده نسيت الموضوع شوية وقلت لعيال خالتي خلينا نلعب غميضه. لعبنا غميضه فين؟ فالمزرعة بعيد شوية عن الفرح كده، المزرعة كانت كبيرة وفشخ. كنا نلعب وأنا رحت استخبيت ورا شجر كتير وعشب. كان الوقت ليل وكان برد. حسيت فجأة بسخون وجات لي وأشعريره، وفجأة حسيت إن في حد لمس رجلي، فأنا اتخضيت فشخ ورحت بجري لعيال خالتي وبقولهم في حاجة لمستني. هم خافوا شوية علشان موضوع الكلب، وده الموضوع. رحنا نشوف المكان اللي كنت مستخبي فيه، مفيش أي حاجة. وقلت لعيال خالتي خلاص خلينا نرجع الفرح. واحنا راجعين لقينا واحد كبير فالعمر لابس ثوب وحاط على راسه شماغ لون، الشماغ اسود. صار يسأل بينا الفرح بتاع فلان الفلاني فين؟ قلنا له هناك. قال لينا انتوا تعرفوه؟ قلنا له وصار يضحك بشكل غريب. فشخ وسكت شوية وصار يتمتم. بعديها قال لينا شكرا ليكو. راح كمل طريقه هو عكس اتجاهنا. احنا استغربنا ليه هو سألنا وما جاش للفرح، فخفنا زيادة وصرنا نجري لما وصلنا الفرح وبس كده.